السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش الدعاء لفلسطين والدعاء لعمرو إن شاء الله. طبعا موضوعين كده النهارده رابطة الأندية بتفاجئنا وبتشرب بريل كده وبتطلع قرارات. طبعا إيقاف جماهير النادي الأهلي مباراتين، المصري وسيراميك، ومش عارفين بقى إيه اللي هيحصل يوم الخميس. ربنا يسترها، الله أعلم كده إيه اللي هيحصل. بس هو طبعا في إيه 3 نقط. طبعا موضوع إعادة المباراة دي استبعدوها نهائي. موضوع إعادة المباراة دي استبعدها نهائي، مفيش حاجة اسمها إعادة مباراة. هو الموضوع كله في إيه؟ في خصم ال3 نقط. كل الموضوع خصم ال3 نقط. ده موضوع. الموضوع التاني، بتصحى كده نادي الزمالك، بيصحى النهارده الإدارة وبتعمل اجتماع كده بخصوص مدرب. وطبعا طرحوا أسماء بقى: أيمن الرمادي وطارق مصطفى ومؤمن سليمان ومعتمد جمال وحسام البدري وحلمي طولان. وما خلوش، جابوا أسماء من حتى الأهلاوية، جابوا حسام البدري. طب هو نقطة بس، لو حسام البدري ده جه ونجح ومشي لحد ماتش مثلا فاصل بينه وبين الاهلي، في ماتش كاس وماتش سوبر، في ماتش اي ماتش، حتى لو في الدوري وغلب، هل الجماهير الزمالك هتقتنع ان ده اتغلب فنيات ولا اتغلب ماتش؟ يعني كابتن ميدو شيكات مصمم ان بسيريو يكمل لحد نهاية شهر 5، يكون الدوري خلص. عنده ماتش كاس يوم 5/6. طب انت اللي المدرب اللي هتجيبه هيلحق يستعد الماتش كاس مع بيراميدز في 5 ايام؟ لو اتغلب مش هتقدر تتكلم معاه. فمش عارف، تغييرات كده وحاجات. بس هي الساعات اللي جايه في تغيير. الساعات الجايه والايام اللي جايه دي في الزمالك في تغيير. في تغيير في الزمالك جامد. فهنشوف الدنيا هتودينا لفين. كلمتين بقى لاخواتي الاهلاويه اللي بيقول لك ايه: ده الدوري موجه، الدوري موجه، الدوري موجه. ارجع بس اخر 3 مباريات، مش هقول لك اول الدوري ولا لا، اخر 3 مباريات. شوف، بص للزمالك مع المصري، الزمالك مع حرس، مع الزمالك والبنك الاهلي، الاهلي وحرس الحدود. بص القرارات التحكيميه، وانت تعرف الدوري موجه ولا لا. بص الحالات التحكيميه. بس هو الراجل يعني بسيريو ده ضيع شخصيه الزمالك. يعني واخد الزمالك كده ونازل بيه البحر المالح. يعني تحس ان هو مش ايه، مش نوى، مش باقي على حاجه. مش باقي على حاجه. احنا في اخطاء تحكيميه، بس برضو احنا مش هنعلق الشماعه بتاعتنا التحكيم. انت الزمالك فين؟ شخصيه الزمالك فين؟ هويه الزمالك من إيه؟ مفيش جمل تكتيكيه في المباراه، مفيش لياقه، مفيش حاجه خالص في الزمالك. كل حاجه منهاره في الزمالك، في اداره وفي الملعب وكله. وطبعا مش موجود عم بسيرو ده، مش موجود. اللعيبه تحس ان اللعيبه كده ملعوب في دماغها، تحس ان مش عايزين يلعبوا. ملعوبين بيلعبوا غصب عنهم، مش عايزين يلعبوا. ده طبعا كان موضوع. موضوع بقى التاني، ايه، موضوع بيراميدز. احنا قلنا بيراميدز هياخد الدوري والكاس وبطولة افريقيا. شكله كده يعني بيراميدز ده شكله ايه. الجماهير الزمالك شجعته، وتحس ان جماهير الزمالك دي جماهير نحس. كل ما يشجع فريق بتجيب الارض. يعني بيراميدز ممكن الصن داونز يغلبها، يبقى صن داونز خلاص خد البطوله. ممكن الاهلي قريب الدوري لما نشوف قرار الرابطه يوم الخميس، يبقى خلاص الدوري ضاع. والزمالك ممكن ياخد الكاس، يبقى بيراميدز طلع من المولد بالحمص، ولا بطوله. مع ان في تغيير كده السنه. يعني ايه؟ يعني الاهلي السعودي خد بطوله اسيا اول مره في تاريخه